عندك أماكن ضيقة في البيت عايزة تديها إحساس أكتر بالاتساع. طيب عندك غرف الإضاءة فيها غير كافية. عايزة قطعة فنية تكون شيك وفي نفس الوقت ليها استخدام عملي. أنا سارة من فريق كون منزل، والنهاردة هنتكلم معاكي عن القطعة حلالة المشاكل. قطعة بتحل مشاكل كتير ممكن تكون موجودة عندك في البيت وانتي غالبا بتستخدميها استخدام واحد بس احنا هنقولك على استخدامات أكتر من كده بكتير. تابعي قناتنا عشان توصلك كل الأفكار الجديدة عن الديكور والتنظيم والترتيب أول بأول. القطعة اللي هنتكلم عليها النهاردة أو القطعة حلالة المشاكل اللي هنتكلم عليها النهاردة هي المراية. المراية ليها استخدامات كتيرة جدا غير الاستخدام التقليدي بتاع إن احنا نشوف انعكاسنا فيها. خلينا نقولك على الاستخدامات دي وإزاي المراية ممكن تحل مشاكل كتير عندك في البيت. أول مشكلة المراية بتحلها إن انتي لو عندك غرفة ضيقة في البيت زي مثلا غرفة عادية، غرفة نوم، أو مثلا حمام صغير أو طرقة، أي مساحة في البيت انتي شايفة إن هي ضيقة وعايزة تديها إحساس بالاتساع أكتر، حطي فيها مراية، لأن وظيفة من وظائف المرايات الأساسية إن هي بتدي إحساس أكتر بالاتساع. تاني مشكلة المراية ممكن تحلها لو عندك غرفة الإضاءة الطبيعية فيها مش كافية، الغرفة دي فيها شباك ولكن لسه انتي حاسة ان هي مظلمة. طيب المراية ازاي بتحل المشكلة دي؟ ان انتي تحطيها قدام الشباك، تبقى مقابلة للشباك، فبتعكس الإضاءة الطبيعية وتحسن الإضاءة في الغرفة. ثالث استخدام المراية ان هي ممكن تدخل اللي بره البيت جوه. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندك شباك بيطل على منظر حلو، جنينة او شجرة شكلها حلو، ممكن تقدري تحطي المراية قدام الشباك ده، فهتعكس الجنينة او الشجرة اللي شكلها حلو دي جوه البيت، فهتدخل اللي بره جوه. وطبعا الزرع دايما فكرة كويسة لانه بيدي احساس بالحياة والصحة والبهجة. الاستخدام رقم 4 للمراية هو لو انت عايزة تظهري تحفة أو قطعة فنية موجودة عندك في البيت أو تحطي عليها فوكس. فمثلا لو عندك لوحة فنية شكلها حلو وبتحبيها وبتقدريها، حطي المراية قدامها فهتعكس اللوحة الفنية وتحط عليها الفوكس ده. خامس استخدام ان انتي تستخدمي المراية نفسها على انها قطعة فنية. في مرايات بتكون معمولة حلو جدا وبتكون قمة في الشياكة وبتضيف كتير جدا لشياكة بيتك لو استعملتيها. قوليلنا في الكومنتس لو تعرفي استخدامات تانية للمراية، وكمان قوليلنا كنتي تعرفي كام استخدام من دول.